اوكي، لأول مرة هنقول بتبدأ الأحداث فيلمنا في مصر الحبيبة سنة 3600 قبل الميلاد، والشعب بيمجد الفرعون اللي بيعتبروه إله ليهم، وبنعرف إن الفرعون إن صباح نور هو متحول وبينقل وعيه من جسم للتاني عشان يحتفظ بقوته ويزودها كمان، لكن اللي كان هينقل وعيه ليه دلوقتي ده كان عنده القدرة على الشفاء، وده معناه حياة أبدية للفرعون، وبتبدأ عملية النقل، لكن فجأة بنكتشف إن في ثورة معمولة على الفرعون، والحراس بيبدأوا يهجموا على المعاونين بتوعه على امل انهم يقتلوه، وبيتهدى الهرم على الفرعون واتباعه، لكن المشعوذه بتفضل تحمي الفرعون لحد اخر نفس وتموت بعد ما بتدخله في سبات عميق عشان تحميه من الانهيار. ولما بنيجي لوقتنا الحاضر سنه 83 بنلاقي سكوت عنده مشكله في عينه، وبيفتكروا واحد من الطلاب بيبصبص لصاحبته، فبيدخل وراه الحمام عشان يضربه، وبيفضل يرزع في الباب لحد ما بيتعصب سكوت وبيطلع ليزر من عينيه وبيدمر الحمام كله. وبنروح لريفن في برلين اللي بتدخل مكان شبه الحانه، واللي فيه بيجبر البشر المتحولين انهم يحاربوا بعض، وبيجي الدور على كيرت انه يحارب انجل، وبيحاول يهرب من القفص لكن الكهرباء اللي حواليه بتمنعه، وبيفضل يهرب من انجل لحد ما بيقول له لو ما حاربتنيش هيقتلونا احنا الاثنين، فبيضطر كيوت ينتف له جناحاته، وقبل ما يهجم عليه انجل بغضب بتقدر ريفن تبوظ مولدات الطاقه وتهرب هي وكيرت، اللي اول لما بيعرفها بيقول لها انت بطلتي، في اشاره لانها منعت إيريك من قتل الرئيس واللي معاه، لكنها بتقول له انا لا بطله ولا حاجه ويلا نمشي من هنا. وبالمناسبه إيريك بنلاقيه تاب وعايش حياه هاديه ومتجوز وعنده بنت وبيشتغل في مصنع وفي حاله ملوش دعوه بحاجه. وفي مدرسه تشارلز بيقرر أليكس اللي اخوه يبقى سكوت انه ياخده ويوديه المدرسه عشان تشارلز يشوف حكايه الليزر اللي بيطلع من عينه ده، وبيخبط في جين لانه حاطط قماشه على عينه عشان ما يدمرش المكان، وبيعملها وحش وبيعرف انها بتقرا الافكار وبتعرف اسمه، وبياخده تشارلز بيقول له شيل القماشه وريني، فبيدمر الجنينه والشجره المفضله عند تشارلز، فبيقول له سكوت انا كده اترفدت ولا ايه؟ فبيقول له لا انت كده اتقبلت. وبنسافر للقاهره الحبيبه وبنسمع واحد بيطلب واحد طعميه من المطعم، وده ملوش دعوه بالاحداث انا قلت اقول بس، لكن اللي ليه دعوه هو مورا اللي بتدور دايما على المشاكل وبتتنكر في شكل واحده منقبه وبتدخل تضرب واحد حاطط سجاده على الارض، ولكن لما بتشيلها بتتفاجئ بمكان غريب فرعوني وبتفضل تصور كل حاجه فيه لحد ما بيجي بعض المشعوذين وبيفضلوا يقولوا ان صباح نور، لحد ما الهرم اللي تحت الارض بينور وبيصحى الفرعون من سباته العميق عشان يدمر كل اللي حواليه ويعلن للعالم عوده قوه جباره مدمره للارض. كل ده مورا شايفه اللي بيحصل وبتطلع تجري عشان تلحق تبلغ، وبيحس العالم كله بزلزال حتى في المصنع عند إيريك، وبتقع آلة المعادن على واحد في المصنع، لكن عشان إيريك شهم بيمنعها من انها تقع عليه وبيكشف نفسه بعد ما عاشوا لسنين مفهمهم ان اسمه هنريك. وفي مدرسه تشارلز بيدخل تشارلز على جين اللي بتحلم احلام غريبه وبيفتكروا انها سبب الزلزال، وبيحاول تشارلز يفوقها لكن دماغه بتبقى هتنفجر بسبب قوه جين اللامحدوده، وبتصحى جين اخيرا وبتقول له انا شفت نهايه العالم، فبيقول لها ده كابوس مش اكتر، فبتقول له ما كانش كابوس دي زي روايه وحسيت بكل حاجه وبدمار العالم. وبيدخل بعدها تشارلز اللي بيقول له هانك ان مصدر الطاقه الكبير ده جه من القاهره، عمار يا مصر، وبيلبس الخوذه وبيدور في القاهره لحد ما بيلاقي مورا اللي ما شافهاش من ساعه ما مسح ذاكرتها قبل كده، وبيقول لهانك هروح افهم منها ايه اللي حصل، وبيبان عليه انه مهتم اكتر بانه يشوفها عشان وحشته. وطبعا إيريك بعد ما كشف نفسه في المصنع بيلم هدومه وبيقول لمراته لازم نمشي من هنا بسرعه، وبيدور على بنتهم لحد ما بيلاقيها مع الشرطه اللي مش حاطه البادج بتاعهم لانه من المعدن، فبيضطر إيريك يقول لهم سيبوا بنتي وانا اجي معاكم، فبيوافقوا وبيرجعوا بنته لامها وبينتهي الفيلم. لا خد بس رايح فين؟ ما انتهاش الفيلم، لا بص اقعد بس، عشان إيريك عاشق المعاناه، بنته بتعرف تتكلم مع الحيوانات وبتنده للطيور كلهم عشان يحرروا ابوها من الشرطه. طيب يا إيريك اطلب من بنتك توقف اللي بتعمله، لا مش هينفع لانها ما بتعرفش تتحكم في قدرتها، بيفلت السهم من الضابط غصب عنه، فبيجي في البنت وامها مره واحده. ليه بقى؟ عشان انا اسمي الحقيقي إيريك معاناه، وبيجري عليهم إيريك وبيفضل يعيط، وبعدها بياخد السلسله من رقبه بنته وبيقتلهم كلهم. وبنرجع القاهره عشان نلاقي الفرعون واحد راكب عربيه وبيقول له ابعد يا خنزير، وفجاه بيلاقي قدامه متحوله بتسرق اكل وبتجري، وبيحاصروها الناس اللي سرقت منهم الحاجه، وباداء مبتذل جدا بيقول لها الراجل اختاري ايد دي سيبها لك، فبيجي الفرعون وبيعملهم كفته في الحيطه. وبنيجي لتشارلز اللي بيقابل مورا واللي بتتعرف عليه وبتقول له انا قريت كل ابحاثك، فبيتوتر تشارلز شويه وبعدين بيقول لها انا عايز اعرف ايه اللي حصل في مصر امبارح، فبتقول له قناه ويكلي سين عايزه توصل 100,000 قبل نهايه السنه، فبيقول لها لا انا قصدي على اللي حصل في الهرم، فبتقول له دي معلومات سريه ما اقدرش اقول لك عليها، وبتستغرب انه عارف انها كانت هناك اصلا، وطبعا بيستخدم
قوته وبتبدأ تشرح له كل حاجة، وبيعرف منها إن في ناس بتتبع أسطورة قديمة عن أول متحول في التاريخ واللي اسمه إن صباح نور، وإنه متحول جبار يقدر ينقل وعيه من جسم للتاني عشان يفضل خالد للأبد. في نفس الوقت بيتعلم الفرعون اللغة الجديدة وبيبقى عايز يبني جيش من المتحولين عشان يستعيد الأرض من تاني، وبيدي قوة كبيرة لستورم اللي كانت بتسرق الأكل عشان يثبت لها قوته. وبتروح ريفن لواحد بيصفر المتحولين عشان يقدر يصفر كيرت، فبيقول لها إن إيريك ظهر من تاني وبيعرفها اللي حصل مع عيلته. فبتروح مدرسة تشارلز عشان تعرف مكانه، لكن الراجل اللي بيصفر المتحولين بيزوروا الفرعون وستورم وبيقول له أنا بدور على متحولين أقوياء. وبتحاول المتحولة اللي مع الراجل إنها تقتل الفرعون، فبتعجبه وبيزودها قوة، فبتقول له أنا عارفة مكان الناس اللي أنت محتاجهم. وبيروح يضموا أنجل بعد ما بيديله الفرعون جناح جديد عشان يزيد قوته. ولما بنرجع لإيريك بنلاقيه دخل المصنع ولسه هيقتل كل اللي فيه، فبيظهر قدامه الفرعون وأتباعه الجدد وبيقتل كل اللي في المصنع وبيضم إيريك ليه، وبيديله قوة جبارة بيها يقدر إنه يتحكم في المعدن في أكبر عمق في الأرض. وبيظهر في التلفزيون اللي عمله إيريك في الغابة وبيشوفه بيتر، وبيبان إنه متأثر وبيقرر يروح مدرسة تشارلز عشان يعرف أكتر منه. ولكن تشارلز بيبقى مشغول مع ريفن اللي بتحكي له اللي حصل لإيريك، وبتطلب منه يدخل سريبرو عشان يحدد مكانه. لكنهم أول ما بيدخلوا وبيتواصلوا مع إيريك بيعرف الفرعون وبيتحكم في سريبرو وفي تشارلز وبيبقى عايز قدرته، وبيطلق كل الصواريخ النووية اللي في العالم، لكنه ما بيوجههاش ناحية الدولة، بيوجهها ناحية السماء وخلاص. فبيطلب تشارلز من أليكس إنه يدمر سريبرو عشان يمنع اللي بيحصل. وأول ما بيطلعوا منها بيلاقوا الفرعون واللي معاه قدامهم وبياخدوا تشارلز، وقبل ما بيمشوا بيضرب أليكس الليزر عشان يخبط في المولد ويفجر المدرسة كلها. لكن لحسن الحظ بيتر بيكون جه وبينقذهم كلهم بسرعة خارقة، لكن أليكس لأنه كان قريب من الانفجار للأسف مات بسرعة. وبيبان إن الطلاب كلهم بيبصوا لريفن على إنها بطلة، لكن ده ما بيكونش عاجبها، وبتنزل عليهم طيارة الحكومة. وقبل ما بيتكلموا بيطلع إنه العميد ويليام وبيكهربهم كلهم، وبياخد ريفن وكام واحد كمان وبيطلع بالطيارة. لكن كيرت بيقدر ينقل جين وسكوت للطيارة، لكن ما بيقدرش ينقلهم في حتة تانية بسبب حقل الطاقة اللي على القفص. وبيتكلم الفرعون مع تشارلز وبيقول له إن القدرة الوحيدة اللي مش عندي هي قدرتك، ودي الحاجة الوحيدة اللي أنا محتاجها. وبيتحبس ريفن واللي معاه في قفص ليزر عند العميد ويليام، لكن جين وكيرت وسكوت بيبقوا هناك وبيحاولوا يهربوهم. وبيسأل بيتر ريفن عن إيريك، فبتقول له أنت بتسأل ليه؟ فبيقول لها عشان إيريك أبويا واتجوز أمي زمان وسابها، وجيت عشان أعرف إذا كان شخص سيء ولا لأ. وفجأة العالم كله بيسمع رسالة في راسه بتقول أنا إله العالم والنهاردة يوم الحساب وكل اللي بنتوه هيبقى دمار. لكن بيقدر تشارلز إنه يمرر رسالة سرية مش هيسمعها غير جين، وبيعرفها مكانه في القاهرة. ولكن بيدخل عليهم الحراس فجأة، فبينتقل كيرت وبيلاقوا حيوان محبوس، لكن جين بتقول لهم إنه مش حيوان، ده إنسان فقد جزء منه، وبيقرروا يحرروه. وبيطلع لوجان من القفص وبيقتل كل اللي موجودين، لكن ويليام بيلحق يهرب، وبتوقفه جين وبتشيل الأجهزة اللي عليه وبيطلع يجري بره المكان. وبينجحوا في إنقاذ ريفن واللي معاها وبيتجهوا للقاهرة. وهنا بيبدأ الفرعون في تنفيذ خطته لتدمير العالم بمساعدة إيريك، وبيسيبه وبيدخل الهرم عشان ينقل وعيه لتشارلز عشان ساعتها فعلا هيبقى أقوى شخص على الكوكب. ولكن ريفن واللي معاها بيوصلوا وبتدور حرب بينهم وبين أتباع الفرعون لحد ما بيقدر بيتر يوصلها لإيريك، وبتتكلم معاه وبتقول له أنا معاك وتشارلز معاك ودلوقتي قدامك الفرصة لإنقاذ العالم كله فاستغلها. وبيفضل يفتكر في كلام تشارلز ليه زمان وإنه محتاجه جنبه. وبيقدر كيرت إنه ينقذ تشارلز في اللحظة الأخيرة، لكنه بيكون لسه متصل بالفرعون. وبينزل بيتر عشان يحاول يقتله، لكنه بيمسكه وبيطلب من البنت اللي معاه إنها تقتله، ولكنها بتضرب الفرعون وبتطلع ريفن. وقبل ما بيقتلها بيدخل تشارلز لعقله وبتدور معركة بينهم، وبيبقى الفرعون منتصر. فبيبدأ إيريك يحاربه وبيحول كل الحديد ناحيته، وسكوت بيحول الليزر ناحيته، لكنه ما بيتأثرش بكل ده. فبيطلب تشارلز المساعدة من جين، لأن الفرعون قدر إنه يوقف سكوت وهانك، وإيريك بدأ يفقد قوته لحد ما بتطلع جين بعد ما أمرها تشارلز إنها تحرر كل قوتها، واللي بتكون مهولة جدا وبتوجهها كلها ناحية الفرعون. وبيساعدها إيريك وسكوت، وستورم انقلبت على الفرعون وبدأت تضربه بالبرق، واتجمعوا كلهم على هزيمته لحد ما بيفتتوه تماما وبينقذوا العالم. وبتروح مورا وبتفوق تشارلز اللي بيقوم مرجع لها ذاكرتها، وبيتأسف لها انه مسحها زمان، وبيعيد بناء المدرسة بتاعته من تاني بعد ما اتدمرت بمساعدة إيريك وجين. وبيتكلم مع إيريك اللي بيقول له هتعمل ايه لو عدو جه عشان يدمر المدرسة بتاعتك، فبيقول له هحس بالأسف عليه عشان جه في المكان الغلط. وبتبدأ ريفن تدرب الطلاب وتقول لهم انتم دلوقتي ما بقيتوش طلاب، انتم دلوقتي الاكس مان. وبتبدأ المحاكاة عشان يتدربوا ويقدروا يدافعوا عن العالم قدام اي خطر جاي. ودي كانت النهاية. شكرا لمشاهدتكم الفيلم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتشوفوا كل الافلام اللي فاتت، وسلام.